مشروع تنمية إقليم قناة السويس. المشروع يعمل على تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وإتاحة أكبر فرص عمل لأبناء مدن القناة والسيناء والمحافظات المجاورة. هو أعطى مجموعة من الرسائل النهاردة سيد رئيس الوزراء، أهمها أن الممر آمن، وأن مصر الآن تشهد نوع من الاستقرار الأمني بصفة عامة وبصفة خاصة في هذه المنطقة، لأن بتمر بيها مصالح دول ومصالح ناس كتيرة قوي قوي، فأن هذا الممر آمن. هذه أول رسالة. الرسالة الثانية حقيقة كانت رسالة هامة جدا، أن البدء في العمل الجاد بشفافية وبمنتهى المنهج العلمي. مجموعة رسائل جديدة، وبعدين آفاق جديدة بتتفتح، فرص عمل تحقق مسكن مناسب ومأكل مناسب وحياة كريمة لقطاع من المجتمع. النهاردة أنا متفائل جدا بعد هذه الزيارة. أنا متأكد أن مستقبل هذه المنطقة مستقبل كبير جدا جدا، ومتأكد أن القائمين على هذا المشروع ناس بيبذلوا جهود منهجية بأسلوب علمي، وإن شاء الله هذه خطوة للأمام. احنا موجودين حتى نحاول أن نكون المقدمة، لأن ما فيش مستثمر أجنبي هيجي إلا إذا لقى مستثمر محلي يشتغل. فنحن جايين عشان نبدأ بالمبادرة وتكون أيضا قاطرة تجر مجموعة من المستثمرين وتجر مجموعة. لابد أن تكون هناك جدوى اقتصادية وقيمة اجتماعية واضحة. الاستثمار انفايرومنتال، مناخ، نحن نحاول أن نشارك في إيجاد هذا المناخ. أنا بقول لك إن الزيارة النهاردة كانت زيارة لها معاني جميلة. إحنا عايزين استثمار، عايزين مشاركة حقيقية يستفيد بها المستثمر كما يستفيد بها شركاء في التنمية معاً. أنا بقول لأولادنا ولشبابنا إن في مستقبل كويس من خلال الميجا بروجيكتس اللي هتعيد صياغة الشكل الحياتي على أرض مصر. الحقيقة أن رئيس الوزراء مهتم جدا زيه زي باقي الدولة بالكامل، مهتمية بموضوع تنمية قناة السويس. سيد رئيس الوزراء النهارده شرف اسماعيلية، استمع للتخطيط بتاع مشروع تنمية قناة السويس، استمع للمراحل اللي تمت كلها، وأكد إنه الحمد لله كل اللي تم كان طبقا للتخطيط، وأكد إنه هذا المشروع يعتبر مستقبل وأمل لمصر، وإن الدولة هتبذل فيه كل الجهود لإنجاحه، لأن مصر بموقعها المتميز وقناة السويس بموقعها الفريد، وهي ممر مائي هام، أطول ممر مائي في العالم. إن شاء الله هيكون يعني زي ما احنا بنسميه قاطرة تنمية لمصر بإذن الله. احنا اللي هنعمل هذا المشروع القومي عشان يعود بالخير إن شاء الله على أبناء مصر، بالخير الكتير اللي احنا عايزينه، سواء من المصانع الاستثمار اللي هتبقى متواجدة، أو بالمواني إن شاء الله اللي هيتم تأهيلها، أو بالربط الشرق بالغرب، لأن في دلوقتي نفقين هيتعملوا، نفق في نطاق بورسعيد ونفق في نطاق الإسماعيلية. مستهدف يتعمل برضو مطار داخل إسماعيلية بنخطط له إن شاء الله. يا رب يطلع الكلام ده للنور. ده بيشجع الاستثمار، بيأمن البلد، باقي إن احنا نتعامل مع هذا الكلام على أرض الواقع. هو حلم لكل المصريين وأمل الأجيال القادمة في مستقبل مشرق ووسام شرف في كل زمان ومكان. فالإصرار على تنفيذ المشروع واجب وطني على كل مصري ومصرية، لتبقى مصر أولاً ومصر دائماً ومصر فوق الجميع.